للزميل جواد بدأ إذا انتصار مقنع في الشوط الثاني بأداء متميز من لاعب المنتخب المغربي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين، يصل بفضلها المنتخب المغربي إلى النقطة السابعة في صدارة هذه المجموعة. أكيد هذا فيربك هو صانع إنجاز الفئات السنية الصغرى في المنتخب المغربي. نعلم جيدا أنه مدير فني مهتم بالشبان في الاتحاد المغربي لكرة القدم. نشاهد الأهداف الستة التي شاهدناها في هذه المواجهة. البداية كانت بانامية في الدقيقة العشرين عن طريق ويرنر والد الذي غالط حارس مرمى المنتخب المغربي بالكوش، ثم عاد المنتخب المغربي سريعا في أجواء المباراة في الدقيقة 30 عن طريق لاعب اليوفي بنو مرزوق في الدقيقة 30 كما قلت عدل النتيجة، ثم عاد ليسجل هدف الثاني بعد عمل كبير من نبيل الجعدي، هدفين مقابل هدف ينتهي بها الشوط الأول من هذه المواجهة. ثم في أول 4 دقائق يتمكن المنتخب المغربي من أن يصعد النتيجة إلى 3 أهداف مقابل هدف عن طريق تسديدة رائعة من حمزة الساخي في مرمى دي غارسيا حارس مرمى بنما، قبل أن يدخل كريم أشهبار ويأخذ نصيبه من الأهداف بعد هذه التسديدة التي ارتبطت بالقائم. يسجل في شباك خالية أشهبار هدف جديد له بقميص المنتخب المغربي، مثلما بدأ شريط الأهداف المنتخب البانامي هو الذي أنهى شريط أهداف هذه المباراة في الدقيقة 88 عن طريق لاعبه زوريلا. 4 أهداف للمغرب، هدفين لبنما.